تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. معادنا مع نشرة اخبار النادي الاهلي ونبدأها بالعناوين. فاشل الزمالك يعلن الاهلي فوضني 4 مرات، وملعوب صالح جمعة على النادي الاهلي، وهبد طارق ابو ليا، وحرقان تامر عبد الحميد. واليكم التفاصيل. عبد المنصف: الأهلي فاوضني 4 مرات، وانقلاب مالي تسبب في فشل انتقالي للنادي الأهلي. كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن النادي الأهلي فاوضه للانتقال لصفوفه 4 مرات متتالية، إلا أن المفاوضات كانت تفشل لأسباب مختلفة. وقال عبد المنصف في تصريحات عبر شاشة تايم سبورت: بداية المفاوضات عندما كنت لاعبا في صفوف مزارع دينا، انتقالي لم يتم لأسباب مادية. وتابع: أبرز مفاوضاتي مع النادي الأهلي خلال ولاية المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الثالثة. وقتها كنت قريبا جدا من الانتقال للقلعة الحمراء بعد نهاية عقدي مع نادي الزمالك. وواصل جوزيه طلب أن يجلس معي عقب مباراة الملعب المالي في نسخة 2012، ووقتها حدث انقلاب عسكري في مالي مما أدى إلى تأجيل عودة البعثة من هناك. وأكمل مباراة العودة بين الأهلي والملعب المالي كانت الأخيرة لجوزيه لتفشل المفاوضات بعد رحيله. وأوضح حارس دجلة الحالي أن النادي الأهلي قرر مفاوضاته خلال فترة المدرب حسام البدري. وقتها كنت حارسا في صفوف إنبي، إلا أن بعض من جماهير الأهلي رفضت إتمام التعاقد، وأنا عندما علمت برفض بعض جماهير النادي الأهلي تواجدي في صفوفه، لذلك قررت رفع الحرج عن أي مسؤول من النادي الأهلي، وعدم الجلوس للمفاوضات مع أي مسؤول داخل جدران القلعة الحمراء. احنا هنسمع فيديو دلوقتي لعبد المنصف قال ايه، وهنرجع نعلق على الكلام اللي قاله. مانشستر جزء النادي الاهلي. انا 4 مرات كان في مفاوضات مع النادي الاهلي، والاربعه ما حصلش نصيب. 4 مرات. ده ايه بقى السنين ايه؟ اول سنه قبل. خليكم فاكرين كلمة 4 مرات عشان هنرجع لها تاني. قال 4 مرات. نكمل الفيديو. لما روح نادي الزمالك كان في مفاوضات مع النادي الاهلي، وبعدين الاختلاف في المبلغ. النادي الاهلي كان هيدفع تقريبا 40,000 جنيه، ومزارع دينا كان طالب 120. فتوقفت المفاوضات. دخل نادي الزمالك، خلصت في نادي الزمالك ب 600,000 جنيه السنه اللي بعديها. فشوف تحول الرقم من 40 ل 600. ثانيا جينا في 2006 في كاس الامم، لما رجعنا من البطوله في غانا. في 2008 بقى. 2008 لما رجعنا من البطوله، عصام سافر على سيون وعلى سويسرا. وانا قبليها كان في بعض المفاوضات، بس كانت عطلانه شويه من بعض اللعيبه برضه اللي كانت موجوده معانا في المنتخب. ساعتها كابتن حسام البدري كان هناك، فكلموني. بس كنت انا مضيت في نادي الزمالك قبل ما اسافر بيوم على البطوله. جددت، كان عقدي خلص، وكنت جددت مع كابتن محمود سعد. حتى انا فاكر ساعتها جه هو كابتن احمد عبد الله وكابتن ايمن طاهر، وجوا الاوتيل ليله السفر، واحنا كنا مسافرين الصبح بدري. وده برضه ما كانش ينفع، لان انا كنت مرتبط بعقد خلاص. تالت حاجه كان ايام مانويل جوزيه، وكان النادي الاهلي عنده مباراه في مالي، وكان في قعده هنا في مصر، وكنت انا ساعتها في انبي. اتفقنا على كل شيء، وبعدين سافروا، وكانت القعده للتخليص اما يرجعوا من مالي. حصل انقلاب عسكري هناك، وبعدين قعدوا حوالي 4-5 ايام، ورجعوا بطياره عسكريه. فاكر انت طبعا فاكر. ورجعوا كان فاضل يومين على المباراه، فرجعوا على معسكر وقالوا ان بعد الماتش هنقعد نخلص. بعد المباراه ديت النادي الاهلي تقريبا صعد، ابو تريكه جاب جولين او حاجه، مانويل جوزيه قدم استقالته ومشي. فدي ثالث مره. رابع مره ايام كابتن حسام البدري، والمفاوضات مشيت بشكل جدي جدا مع انبي، واتفقوا على المبلغ وكل حاجه. وكان ساعتها بقى موضوع ظروف السياسه والاخوان والمظاهرات. فيعني بعض الناس نصحتني من هناك ان يعني الناس هناك مش مرحبه على ان انت بتنزل بقى مظاهرات ضد الاخوان والرياضه ترجع تاني. وكان موضوع المشاكل اللي كانت موجوده ساعه الالتراس والكلام ده كله. فتوقفت المفاوضات، لان انا قلت فضلت ان انا يعني بلاش احط الجهاز الفني او الناس في موقف وكده. رغم زي ما بقول لك كل ده، رغم حب جدا لنادي الزمالك. كنت لسه هسالك، ما فكرتش ان ده ممكن يعمل فجوه بينك وبين جمهور الزمالك وتاريخك اللي في الزمالك؟
اما انت تكون بتحب مكان ومرتبط بيه واخلصت فيه واشتغلت فيه وحصل لك فيه انجازات وحصل لك فيه اقتصاد. سمعنا قال ايه؟ قال ان النادي الاهلي فاوضوا 4 مرات ايام جوزيه ومشكلة مالي، وبعد كده جوزيه مشي وما حصلش يعني ان هو راح عشان فرق الفلوس. طيب نسمع كده مع جوزيه، طيب مع شوبير قال ايه، ونرجع نكمل. اسالك وجاوبني، افتح قلبك بقى شويه. الاهلي فاوضك كم مره؟ 5 مرات. سمعنا قال ايه؟ قال 5 مرات. في الفيديو الاولاني قال 4. المره الخامسه دي جت منين؟ الله اعلم. نكمل الفيديو. 5 مرات. اول مره كان على يد حضرتك. على يد؟ ايوه على يدي. كنت قريب. كنت قريب، وكان دعم منك، وكان سيادة الله يرحمه هو اللي بدا معاه كان المفاوضات. مقتنع بيه جدا، خلي بالك. وقال لي كابتن شوبير، انا سالته وقال لي الولد ده خامه كويسه جدا ويا ريت تجيبوه. فيمكن ما اعرفش المفاوضات وقفت علشان خاطر المبلغ، وكان مزارعين طالب مبلغ معين، والنادي الاهلي كان فلوس حاجه معينه. كان طالبين بين 300,000 ولا 400,000. رقم كده حاجه يعني كان كتير ساعتها بالنسبه لنا. طبعا كان اياميها دي كانت حاجه رقم كبير جدا. فدي كانت اول مره وبعد كده بقى حصل 4 مرات برضه ب4 مواقف مختلفه، فما كانش في نصيب. في مره انت كنت خلاص تقريبا رايح تمضي. اللي كنت رايح امضي فيها كانت حاجه غريبه جدا يا كابتن. اولا انا كنت قعدت مع مستر جوزيه واتفقنا على كل حاجه، وبعدين النادي الاهلي كان الفتره دي كنت خلاص خلصت عقدي وكنت فري. وبعدين النادي الاهلي ولا كنت فين؟ في الزمالك. الزمالك. والنادي الاهلي راح كان عنده ماتش في مالي مش فاكر الملعب المالي ولا مين، كان عنده ماتش في مالي. وبعدين حصل انقلاب عسكري. مظبوط. فقعدوا 3 أو 4 ايام لحد ما واحد. احنا سمعنا طبعا، مفيش داعي نعيد نفس الجملة اللي قالها. هما يعني برنامج مع ابراهيم عبد الجواد في سنة 2018، وبرنامج تاني في 2019 مع شوبير. لكن التصريحات اللي قالها جديدة دي لسه قايلها مع سوبر كورة، فده سبب ان احنا نعيد صياغة الكلام اللي قاله. للعلم بس ان الاهلي ما تفاوضش معاه غير مرة واحدة بس، مرة جوزيه. شوبير كان بيقترح مجرد اقتراح ان يبقى عبد المنصف موجود بعد هروب عصام الحضري وبعد المشكله. طبعا امير كان دون المستوى، وامير كان يعني عرفنا في عيشتنا وكانت الدنيا ضلمه، فعبد المنصف قالوا احسن من امير، وبنيانه الجسماني ومع التدريب ومع ال يعني اسم النادي الاهلي وتشجيع الجماهير وكده، هيبقى عنده ثقه وكده، غير روح الانهزاميه اللي عنده من نادي الزمالك. ان الزمالك كان على طول بياخد 6 و5 وكان بيشيل يعني. فالراجل اتعقد نفسيا، يعني عبد المنصف اتعقد نفسيا. احنا نحمد ربنا ان عبد المنصف ما جاش الاهلي. هو طبعا لو كان جه الاهلي كان هو زي صبري رحيل، زي ناس ايه يعني جت معلمتش، بس ممكن كانت الدنيا خدمته كده. بس يقول في برنامج 4 مرات ويجي برنامج تاني يقول 5 مرات، يعني هما بيولدوا، يعني المرات دي بتولد ولا بتزيد اوتوماتيك. على العموم احنا مش هنتكلم على عبد المنصف. طبعا تاريخ عبد المنصف بيتكلم عنه من اول ما في كل المباريات اللي بيبقى ضد النادي الاهلي، وسواء في الزمالك او في الانديه الاخرى، بيبقى اداؤه ازاي والاهلي بيعمل فيه ايه. فاحنا بنشكر الظروف ان انت ما جيتش عبد المنصف للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش ناقص. ده بالنسبه لعبد المنصف. نيجي بقى للاستاذ صالح جمعه. صالح جمعه متمسك بالبقاء في النادي الاهلي. ده ما اوضحه اللاعب في جلسه مع سيد عبد الحفيظ، وانتهت الجلسه بابلاغ جمعه رفض النادي الاهلي بيعه او الاستغناء عنه بصفه نهائيه، ليتوصل الطرفان لحل وسط، هو ان اللاعب يعار الى فنلندا او امريكا، الدول اللي فيها قيد حاليا. بعد تلك الاعاره يعود جمعه الى النادي الاهلي في الصيف، علشان يشوف اللاعب مصيره النهائي ايه. طبعا احنا عارفين صالح جمعه كان في مشكله ان هو كان سايق عربيه اخوه وعمل حادثه وصدم حد بالعربيه، وتم التعرف على شخصيته وتم ابلاغ الشرطه،
وان الشخص اللي اتصاب ده فيه اصابات في الانف، كسر في الانف، وفي حاجات اصابات متفرقه في جسمه. وكان في استدعاء من النيابه لصالح. فواضح ان كده يعني خلاص صالح جمعه هو الاهلي يعني بيعمل معاه كده مش علشان شاري صالح جمعه، لا، ولا عشان مستواه الفني، ولا عشان يرجع للياقه، لا 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 لا. هو الاهلي بيعمل كده عشان ما يروحش الزمالك. هو مش عايز مرتضى منصور يعني يكسبنا، بس صالح ماشي في طريق يعني رامي ودانه لمرتضى، يقول له لا ما تطلعش اعاره، لا ما تعملش، لا رخم عليهم عشان يسيبوك ببلاش، علشان انت تجيلنا وتاخد عقدك كامل، ما نشتركش من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يخلصك كده معاه بالتراضي، يتم الاستغناء عنك، وانت كده كده في خصومات عليك فلوس وكده، فانت ما بتاخدش فلوس، وتبتدي بقى ايه يعني دغدغه المشاعر ما بين اللاعب والنادي الاهلي. طبعا صالح جمعه استنفذ كل الفرص اللي جات له. مش معقوله لاسارتي غلطان، وحسام البدري غلطان، وفايلر غلطان، وكارتيرون غلطان، كل الناس دي كانت بتطلعه بره التشكيل من ايه؟ استنفذ حب الجماهير، واستنفذ رصيده لدى الجماهير. هو اللي عمل كده في نفسه، محدش عمل كده في نفسه. في ناس كتير بتبقى قاعدة على الدكة، أول ما بتجيلها فرصة بترجع تاني، بترجع وبتتألق وبتعمل اللي هي عايزاه. لكن هو حط دماغه في حاجات تانية غير الكورة، فربنا يسهله، ربنا يسهله بعيد عن الأهلي. صالح جمعة كده يعني ليه 5 سنين في النادي الأهلي ما عملش ولا حاجة، ولا هيعمل حاجة. هو اختار طريق تاني غير الكورة. طارق يحيى، وجود الفار بالدوري يعني العدالة تحكيمية، يعني الزمالك مش هيتظلم. لو اي حكم عايز يوقع فريق مش هيعرف بسبب الفار. المواسم اللي فاتت الزمالك اتعرض لظلم، لو في فار كان الامر مش هيبقى في ظلم للنادي الزمالك. لو كان الزمالك في الفترة اللي فاتت، المواسم اللي فاتت في فار، انا بقول لك يا طارق كان الزمالك حقق يعني مركز الثامن، التاسع، العاشر في الدوري. ما كانش بقى في مركز ياخد الثاني ولا ياخد الثالث، يعني كان اخره العاشر ولا الخامس ولا الثامن ولا كده، في المنطقه الدافيه على راي الشرقاوي. ونسمع طارق يحيى كده قال ايه، ونرجع نعقب على الكلام اللي هو قاله. المهم ان الفار وصل، وطبعا الفار ده مهم جدا 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 جدا، لان الحقيقه هو بيحقق نسبه كبيره جدا جدا من العداله. النهارده اتطبق في الاسماعيلي والجونه، اتطبق قبل كده في مباراه الجيش اعتقد وانبي، وشفنا الزمالك في المباريات اللي فاز بيها الزمالك في بطوله، سواء في السوبر المصري او السوبر الافريقي كان فيها فار اعتقد. فده برضه بيخلي اللعيب حتى على الاقل بيلعب وهو مطمن، ضامن ان الحكم مش هيظلمه، ده اذا كان يعني الحكم قاصد ولا حاجه، او بمعنى صح الحكم مثلا ما خدش باله من حاجات فالفار بياخد باله. فدي اعتقد انها نقطه تحول كبيره جدا جدا الحقيقه، ان الفار يشتغل في الدور الثاني في مصر. وكنت اتمنى انه يشتغل من الاول، يعني كنت اتمنى ان هو يكون موجود من بدايه الدوري العام الحقيقه، لانه زي ما قلت ان هو بيحقق نسبه كبيره جدا من العداله تكاد تصل ل 90%. محدش بيكذب الفار، يعني انت الشريط بيجي قدامك سواء تسلل او هدف ملغي او ضربه جزاء مش محتسبه او ضربه جزاء لازم تتحسب وما احتسبهاش او ما احتسبهاش ولازم تتحسب، وكل الكلام ده كله. فاعتقد ان موضوع الفار ده احنا بنؤكد عليه وبنثمنه، لانه الحقيقه على الاقل بيشيل حمل كبير جدا من على الحكام. الحكم في نفس الوقت يعني مش عايز اقول لفظ يعني ايه، هو بيحرج الحكم، يعني الحكم اللي هو اللي مش تمام بيحرجه، لان هو انت احتسبت حاجه ممكن الفار يطلعها صح يوافق قرارك، وممكن برضه ما يوافقش قرارك، دي حاجه مهمه جدا. فاتمنى ان الفار يبقى وسيله مميزه لرجوع العداله داخل الملاعب. عندنا ملاعب المصريه الحقيقه تشكيك فيها بشكل كبير دائما وابدا. احنا نادي الزمالك الحقيقه تعرض لحاجات غريبه الشكل في المواسم اللي فاتت،
ما اعتقدش في وجود الفار هيبقى على الاقل 80-90% من المشاكل دي هتحل. في نفس الوقت هياخد حقك. اتمنى ان هو يبقى محطوط لهذا الغرض، لان برضو اللي فوق حكم مصري ما هوش اجنبي، فاللي فوق حكم مصري لكنه هنا قدامه شاشه بيعيد مره واثنين وثلاثه واربعه وبيقول الدنيا فيها ايه. اتمنى نجاح هذه التجربه في مصر. سمعنا طارق باشا قال ايه؟ قال ان الفار مهم، طبعا مهم جدا، ولو في فار في المواسم اللي فاتت الزمالك تعرض للظلم، متعرض لحاجات غريبة جدا جدا على حد وصفه. ده الزمالك ده مرة عمرو زكي ايام ما كان بيلعب في الزمالك شاط كورة خبطت في بطن العارضة ونزلت في الملعب من بره واتحسبت جون، ما نزلتش في الشبكة من جوه، ما نزلتش ما عدتش خط المرمى، طلعت من بره واتحسبت جون. فار ايه اللي بتحكي فيه؟ طب يا ريت كان اتطبق الفار من سنين، يا ريت التسلل يتحسب تسلل، الهدف يتحسب هدف. مين عايز حق مش حقه؟ والله العظيم تاني اقسم بالله، لو ما الاهلي بيبقى عليه ركلة جزاء او هدف فيه شبه التسلل انا ببقى متضايق، انا ببقى مخنوق، بحس ان انا خدت حاجة مش بتاعتي. يعني انا لما الحكم بيغلط عن طريق الصدفة او عن طريق دون قصد، انا بحس بتأنيب ضمير برغم ان انا مش بلعب، بحس ان انا متضايق، بحس ان انا خدت حاجة مش بتاعتي. لكن روح عند الزملكاوي كده لما بياخد حاجة مش بتاعته بيبقى فرحان وبيتباهى ان هو خد حاجة مش بتاعته، حاجة مش ملكه. فده الفرق ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير اي نادي اخر. انا العب وادي واكسب بمجهودي، لكن اكسب عن طريق خطأ تحكيمي لا، ما يلزمناش. وياما الاهلي ضاع عليه بطولات بسبب اخطاء تحكيميه ضد الرجاء ضد الوداد وضد الترجي وفي الدوري المصري وفي السوبر برضه قدام الزمالك لما كان الاهلي ليه ضربه جزاء والحكم شافها وبعد كده اعترف وكان حكم اجنبي بعد المباراه. يعني الاخطاء ليك وعليك، لكن انا لما بيبقى في خطأ عليا بتضايق، لما خطأ بيبقى لصالحي انا بتضايق. في كلا الحالتين انا ما ببقاش راضي، انا عايز عداله تحكيميه والملعب هو الفيصل يا سيدي. انا هشجع اللعبه كويسه، لو الاهلي بيلعب كويس هقول بيلعب كويس، لو بيلعب مش كويس هقول مش كويس. التحكيم لازم يرتقي طبعا، ولازم كل فريق ياخد حقه. انما اللي بيقولوا طارق يحيى ده لا، ده تهريج. ان الزمالك اتظلم قبل كده علشان مفيش فار، لا ده تهريج. الزمالك خد اهداف مش بتاعته، مش ملكه، وياما نزلنا على الصفحات بتاعتنا الصور بتاعت التجاوزات التحكيم، ضرب جزاء مش ضرب جزاء يديها لهم، هدف مثلا صحيح للفريق المنافس يلغيه، الخ. ده بالنسبه لطارق يحيى. نيجي بقى لواحد انا اخر واحد اتوقع ان هو يبقى بالسفالة دي. تامر عبد الحميد اتمنى خسارة الاهلي امام الوداد وتوديعه دوري ابطال افريقيا. تمنى تامر عبد الحميد نجم الزمالك الاسبق خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي امام الوداد المغربي في المباراة المقرر اقامتها بين الفريقين في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وفسر تامر عبد الحميد لسوبر كورة امنيته بخسارة الاهلي امام الوداد. الاهلي طول عمره لما بيخوض بطولة بيبقى منافسها الاقوى ومنافس على لقبها، فخسارته امام الوداد وخروجه من دوري ابطال يصب في مصلحة الزمالك. وواصل تامر: نعم اتمنى خسارة الاهلي في اي بطولة ينافس فيها نادي الزمالك. طيب هو الزمالك ضمن الوصول للنهائي؟ الزمالك ضمن ان هو يغلب الترجي ويوصل للنهائي؟ يعني انت بتقول حاجة، يعني ممكن تقول اللي انت قلته ده في حالة واحدة بس، لو الزمالك خلاص فاز ومستني. وكونك ان انت تقول ان اتمنى الاهلي يخرج، ده ضعف منك. انت لو قوي هتقول زي ما عدلي القيعي قال وزي ما كل اهلاوي بيقول اتمنى مقابلة الزمالك في النهائي عشان ادوس عليه. لكن انت علشان عارف ان فريقك ضعيف
وعارف ان فريقك مهلهل وعارف ان الاهلي هيعدي عليك ويدوس، فخايف من النادي الاهلي. انت خايف من النادي الاهلي انك تقابله في النهائي. لو انت راجل واثق من فريقك تقول ان اقابل اي حد، ما تقولش اتمنى خسارة القوي علشان يتبقى لي الضعيف. فانت خايف من القوي، دي شهادة لينا، شهادة للنادي الاهلي. بس هنقول ايه؟ الانسان من جواه في حقد للنادي الاهلي، في حقد وكره غير عادي. انا مش عارف اقول ايه، لكن اللي انا قلته يعني تحليلي المنطقي اللي قاله حاجتين. اول حاجه كرهه الشديد للنادي الاهلي، حقده الشديد على النادي الاهلي. تاني حاجه خوفه الشديد جدا 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 من النادي الاهلي. انا خايف اقابل واحد اقوى مني، فخايف يبهدلني ويعورني زي ما انسحبوا قبل كده وخافوا. نشرة اخبارنا انتهت. انا بشكر كل اخواتي الاهلاويه اللي استحملوني لغايه ما انتهى الفيديو، وبشكر اخواتي الاهلاويه كمان اللي هيعملوا لايك للفيديو وهيعملوا مشاركه للفيديو وهيفعلوا زر الجرس، وانا بشكرهم للمره الثانيه. وتستنونا بكره ان شاء الله في نشرة اخبار جديده للنادي الاهلي. السلام عليكم.